السلام عليكم. ناس كتير جدا منكم بعتت لي رسائل: يا عمر ازاي نقدر نتعلم اللغة بشكل صحيح؟ ويا عمر احنا مش عارفين نعمل ايه في تعلم اللغات يعني. طيب اللي ما يعرفنيش اكيد او اللي جاي من تيك توك يعرفني خلاص بشكل بسيط خالص. انا اسمي عمر، خريج كلية الألسن قسم اللغة الإيطالية. عندي أكاديميتين: أكاديمية خاصة بتعليم اللغة الإيطالية للعرب، وأكاديمية خاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. طيب النهارده انا كاتب هنا ايه شويه حاجات عايز اتكلم فيها، شويه النقاط. طبعا مفيش مونتاج خالص، محتوى اصلي اوريجينال يعني. الكلام اللي انا كاتبه ده كان نفسي اسمعه قبل ما اتعلم اي لغه. كان نفسي حد يجي كده يقول لي: يا عمر واحد اتنين تلاته. طبعا التجارب بتكون مختلفة، ممكن حد تكون تجربته مختلفة عني، بس أنا النهاردة حابب أتكلم من جانب علمي أكتر، ومن جانب خبرات اكتسبتها سواء كتعلم وبعدين تدريس، أو كتعلم وبعدين اشتغلت في كذا حاجة وفتحت الأكاديمية بتاعتي وبعدين الأكاديمية التانية وهكذا. ففي طلاب جربت عليهم حاجات كتير معامل تجارب يعني، وبعدها بقى عرفت من أين تؤكل الكتف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أول حاجة، يعني إيه أصلا لغة؟ إيه هي اللغة؟ أنا هتكلم معاكم كأني قاعد على مصطبة، كأن إحنا قاعدين مع بعض على القهوة. أي تعريف بالإنجليش مش هقوله، هشرحه. أنت عايز تعرف التعريف دور عليه. دور عليه ليه؟ لأن ده سبب أنا هقولك عليه في الآخر من المعوقات اللي بتعوقك في تعلم اللغة، يا جين زي أو ألفا، بما إني واحد من جين زي. وأصح أنا عندي 22 سنة. طيب نرجع لمرجوعنا. يعني إيه لغة؟ لغة شوية أصوات، حركات، نبرة، رموز بتدل على معنى معين. نبسطها. ده إحنا عملنا اتفاق لغوي وسميناه ألم، فإحنا الشيء ده رمزنا ليه برمز اللي هو اسمه الألم. فده ألم، ده ألم، ده ألم. في لغات ما عندهاش اكتمال لغوي، يعني كل حاجة ليها رمز، كل حاجة ليها رمز. شبه اللغة الصينية، دي لغة يعني بالبلدي كده ما نضجتش لغويا، ما نضجتش لغويا. تمام. طيب عرفنا ان اللغة رموز واصوات بتدل المعنى معين. ده تعريف لغوي على المصطبة حرفيا. احنا كده عرفنا يعني ايه لغة. طيب احنا يا عمر ازاي نتعلم اللغة؟ قبل ما نقول ازاي لازم نعرف، هو احنا بنتعلم اللغة العقل بس هو اللي بيتعلم اللغة، ولا في حاجات تانية بتتعلم اللغة؟ وازاي اصلا العقل بيكتسب اللغة؟ فاحنا هنضطر نروح للغة الام بتاعتنا. احنا اتعلمنا العربي ازاي؟ طيب احنا اول حاجة قعدنا مثلا حوالي سنتين مفيش كلام خالص، مفيش منتج لغوي خالص. كل اللي كنا بنعمله بنسمع، بعد شوية فهمنا بقينا نشاور، بعد شوية بنقول أمبو، ماما، تيتا، أسلب، بعد كده كلمات مكسرة، بعد كده جمل مش مفهومة. فخدنا لنا كده إيه دورة من عدم الكلام، بس إحنا فاهمين شوية، فاهمين بالإشارات والنبرات والحاجات دي. فدي المرحلة الأولى.
بعد كده حصلت مرحله تحتها، بعد كده جمل تمام مش مكتمله بس انا فاهمك. بعد كده خلاص بقى بتنطلق في اللغه، كل واحد بياخد مساره بقى، سواء بيكون عنده وعي زياده في اللغه، واحد بيتعلم كذا، واحد بيهتم باللغه عنده للاخر يعني. حتى في اللغه العربيه على فكره، في اللغه الام في ناس عندها لغه يعني اللغه العربيه قويه جدا، ناس عندها يعني هي اللغه المصريه او الدايلكت وخلاص، يعني اللهجه وخلاص. طيب يبقى احنا اتعلمنا اللغه، دخلنا الاول مدخل لغوي، بعد كده المخرج اللغوي خرج على مراحل. العقل بتاعنا بيتعلم اللغه ازاي؟ احنا عندنا منطقتين في العقل، هما ليهم اسم بالانجلش مش هقوله، روح دور عليه. عندنا في منطقة مسؤولة عن فهم التراكيب اللغوية، بتفهم ده، وعندنا جزء تاني مسؤول عن الإنتاج اللغوي، عن المخرج اللغوي. الحاجتين دول مرتبطين ببعض، بيعملوا حاجة اسمها مسار عصبي، كونكشن. تمام؟ طيب هل ينفع واحد يشتغل عن التاني؟ لا. المسار العصبي ده مش هيتكون في عقلك إلا لو الاتنين شغالين، بس في واحد ليه أفضلية عن التاني، اللي هو اللي بيكون مسؤول عن إن هو ياخد المدخل اللغوي ويفهمه، ده بيساعد المخرج اللغوي عندك اللي بيطلع التراكيب اللغوية. تمام؟ تمام يا عمرو. يبقى احنا كده فهمنا العقل بيشتغل ازاي. طيب هل في حاجة تانية؟ انت وانت صغير مخارج حروفك ما كانتش مظبوطة، ظبطت امتى؟ لما انت قعدت تكرر الكلمة اكتر من مرة، تكرر الجملة اكتر من ماما، اكتر من مرة. مثلا تقول تفاح، بتقول مثلا تفاح، فابوك يقوم خبطك تفاح، فانت تقول تفاح. فده الجهاز الصوتي عندك بيتمرن. يعني انت قصدك ان التعلم مش مقرون بس بالعقل. بالظبط كده، انت عندك في جهاز صوتي بيشتغل، في هنا مهارات، في هنا عضلات بتحتاج تمرين علشان تطلع مخرج لغوي. تمام. حاجة بقى مهمة جدا هنبني عليها ازاي نتعلم اللغات. احنا حكينا كده ايه قصة صغيرة، هي بتشرح كل اللي انا يعني كل اللي انا هقوله الجاي ده هي بتشرحه اصلا. تعلم اللغة عندنا حاجة اسمها input وحاجة اسمها output. انا قلتهم ماشي، كنت هقول ادور عليهم بس خلاص. عندنا input و output. input بدخل حاجة مدخل لغوي، output مخرج لغوي. عندنا في اللغة 4 مهارات، مهارتين مدخل لغوي، مهارتين مخرج لغوي. بالعقل كده هتدخل استماع، تسمع ودانك، بص هتدخل استماع هيطلع كلام. هتقرأ الكتابة عندك هتبقى كويسة. يبقى عندنا مدخل لغوي استماع يؤدي إلى تحدث، مدخل لغوي قراءة يؤدي إلى كتابة. يبقى عندنا 4 مهارات اللغة إيه؟ تحدث، استماع، قراءة، كتابة. حلوة جدا. لو أنا هبدأ من الصفر في أي لغة، طبعا أنا مش هكون طفل بقى، أنا تعلمي هيكون أسرع لأن أنا خلاص بقى عندي الوعي إزاي أنا اتعلمت لغتي الأم. أهم حاجة في المستويات الأولية، أو كنت هقول بالإيطالي A1 A2 والله وصولا حتى ل B1، لغاية ما يكون عندك مخرج لغوي مكتمل، إنك تتعرض لمدخلات لغوية كتيرة جدا في الوقت ده. أهم حاجة ما تستعجلش خالص، ما تستعجلش نهائي على إن يكون عندك مخرج لغوي سليم شبه المتحدث الأصلي أو شبه حد بقاله 4-5 سنين بيتكلم. أهم حاجة إنك تعرض نفسك لكمية مدخلات لغوية كتيرة جدا.
يعني ايه تسمع كتير قوي، تقرأ كتير قوي. طب يا عمر انا مش فاهم. يا حبيب قلبي، انت لما تعرض نفسك للغة في مهارة، مش هقول لك عليها، روح دور عليها، هي انت بتكتسبها وانت بتتعلم وانت مش داري بيها اصلا. لما انا اقرأ نص، اول مرة فهمت منه 20%، بعد كده فهمت 50%. تمام. تاني يوم قرأت النص ده فهمت 60%. قرأت نص، قعدت كل يوم مثلا بقرأ نص معين. مثلا بقرأ أول مرة مش بترجم، بحاول أجبر عقلي إن هو يفهم. أنت كده بتكون مهارة في ناس هتموت وتتعلمها، إنك تفهم السياق وتفهم المراد بتاع النص من غير ما تترجم حاجة. انا مثلا حد قال لي جمله كامله، انا مش فاهم كل الكلمات، مش عارف كل الكلمات، بس انا فاهم السياق. يبقى انت كده بتربي نفسك، بتربي عقلك، بتجبره ان هو يفهم من السياق حتى لو انت مش عارف معاني كذا كلمه. تمام. دي مهاره مهمه جدا، عايزك تبحث عنها، اسمها ايه؟ حلو جدا. يبقى انت هتعرض نفسك لمدخلات لغويه كتيره جدا، استماع وتقرا وهكذا. حلو جدا. طيب، هل معناه ان انا مثلا مهتمش بالتحدث، مهتمش بالكتابه؟ طبعا بتهتم بالاجزاء دي، بس كبدايه بتهتم بالاساس اللغوي بتاعك. اكيد الجرامر لازم يبقى عندك معرفه بحاجات القواعد اللي خاصه بالليفل A1 A2 B1. طبعا تعرف الحاجات اللي بعد كده، بس انا بتكلم على المستويات اللي هي لسه يعني في البدايه. طبعا لازم تعرف، والقواعد مهمه. بس انا عايزك تركيزك مع الجانب النظري يبقى برضو انت مركز قوي في المدخل اللغوي اللي بيخش لك. ازاي القواعد دي هتشوفها في النص وتفهمها؟ ازاي لما تسمعها تفهمها؟ العقل يا حبايبي مش بيفهم الكلمات مفككة، ومش بيفهم الحاجات النظرية. العقل ده، العرب زمان كان بيعملوا ايه؟ مثلا العرب عايزين يحفظوا عيالهم اركان الاسلام، عايزين يحفظوا عيالهم مثلا قواعد النحو، يروح جايب له متن. عارفين المتون؟ المتون دي ابيات شعر بتحفظها عشان مثلا تحفظ علم معين، وفي ناس بتاخد فيها اجازات وهكذا. تمام. العقل مش بيفهم خالص الا بحاجتين: المحاوله والخطا والتكرار. والله لو قعدت تحفظ الكلمه 200 مره، كلمه مفيش فيها وصله عصبيه مش هتفهمها. تمام. فانت لازم يكون عندك تعرض للنص او المدخل اللغوي الخاص بالقراءه او الاستماع كتير جدا، علشان الجانب النظري اللي بتاخده في القواعد يعمل لينك مع الحاجات اللي انت بتسمعها. انا خدت مثلا قاعده الماضي، سمعت فيديو النهارده لقيت حد بيقولها، ده هو عشان كده استخدمها هكذا. شفت قرات حاجه لينك 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 لينك. جربت تتكلم وغلطت، حد صلح لك، حلو جدا. فانت خلاص بتتعلم محاوله وخطا وتكرار. تمام. دي نقطه. يبقى احنا كده لازم نتعرض كتير جدا للغة. نقطة لسه قايلها: التكرار بيعلم الشطار. يعني ايه يا عمر؟ يعني احنا زي ما قلنا العقل ده بيحب ان هو يتعرض للحاجة اكتر من مرة. طيب احنا هنعمل التكرار ازاي؟ والله التكرار ده، انا مثلا النهاردة ذاكرت ازاي اعرف اتكلم عن يومي. حلو جدا، موضوع عجبني. تمام. هروح جاي عامل فيديو لنفسي وانا بتكلم. عملت الفيديو اول مره زي الزفت، مش عاجبني، رحت عملته تاني، تالت رابع خامس. شوف بقى كميه المرات اللي هتكررها، وشوف هتردد وتسمع وتصلح وتحفظ من غير اصلا ما انت انت اصلا مش مدرك لده. بس اي حد جرب الطريقه دي ان هو يسجل لنفسه فويس ويسمعه ويكرره وهكذا، مستحيل ينسى الكلمات. انا في حاجات فاكرها من وانا كنت في سنه اولى كنت بقولها،
ثابته معايا دلوقتي. تمام. فالعقل ده عايز تكرار. تكرار في تولز انا بستخدمها. بستخدم انكي. انكي ده زي حاجه كده، انت ايه، زي كروت من الاخر. انت النهارده مثلا ايه هتراجع على القاعده دي، على كلمه معينه، رجعت عليها، هو مثلا هيجيبها لك تاني بعد يومين ثلاثه وهكذا. تمام. دور عليه. قلنا التكرار اهم حاجه. العقل مش بيحفظ كلمات. العقل العقل بيحفظ او بيفتكر التراكيب اللغويه، chunks بالانجلش. والعقل مش، انا عطشان. لسه مخلص شغل وعملت الفيديو ده، تعبان قوي. فالعقل مش بيحفظ كلمات، بيحفظ تراكيب لغويه. خلينا كده ايه، كده احسن. فانت يا حبيب قلبي لما تيجي يا باشا تذاكر كلمه معينه، ذاكرها في السياق. احفظ الكلمه في سياق، وحاول تخلي السياق ده انت ممكن تستخدمه في حياتك او في نطاق عملك او هكذا، بحيث انك تقدر تستخدمها الكلمه دي. اوعك تحفظ كلمه فرداني. العقل لا يدرك هذا المعنى لو حفظتها مليون مره. تمام. حلو جدا. انا نسيت. بنتعلم اللغه، ازاي بنتعلم اللغه، ايه كمان ممكن اقوله في ازاي بنتعلم اللغه. قلنا ازاي نقدر نتعلم من المدخلات اللغويه، بعدها قلنا التكرار وهكذا. نقطة مهمة جدا جدا جدا. لازم تدرك إدراك تام. خلينا الأول ناخد النقطة ديت، إن إحنا يا إخوانا، أنا كاتبها والله بحركم بالنص، الروتين أهم من الوقت. مش كل النصايح تنفع لكل الناس. يعني عمر اتعلم اللغة في 6 شهور، محمد اتعلم اللغة في سنة. عمر نشأ في بيئة مختلفة عن محمد. عمر حياته مختلفة عن محمد. عمر ادى اللغة أداء مختلف عن محمد وهكذا. فمش كل النصايح تنفع لكل الناس. ما تخلوش النصايح دي تضغطكم، تكبس عليكم كده. في ناس تقول لك ازاي تتعلم اللغة في سنة، ازاي تتعلم اللغة في 6 شهور. عارف عامل شبه مثلا بتجيب ايه، بتجيب مثلا مليون واحد عارفين خراطة اللانشون وتخرب بقى. طب يا عم، ده ممكن يتعلمها في 3 شهور، ده ممكن في 6 شهور، ده ممكن في سنة، ده ممكن في سنتين، ممكن في 4 سنين. كل واحد مختلف عن التاني. كل واحد مختلف عن التاني يا أسيادنا. تمام. طيب، الروتين أهم من الوقت. والله أنا هعمل نفسي ديدلاين إن أنا أتعلم الإيطالي في 4 شهور، في 5 شهور، في 6 شهور. أهم حاجة والله يا ابني مع التجربة، أي لغة، إنك تعمل روتين ثابت بتعمله كل يوم، وإنت خلاص مسارات عقلك اتعودت عليه. شكرا، ألف مبروك إنك هتتعلم اللغة دي، وهتبقى جزء من حياتك، وإنت بنيت مسارات لغوية جديدة في عقلك، وبالتالي بقى عندك بيئة تانية خاصة باللغة الجديدة. ألف مبروك. لان احنا زي ما اتعلمنا اللغه واحنا صغيرين هنتعلمها، وهنعمل مساراتنا العصبيه، وهيبقى عندنا خلاص بقى في شخصيتين، شخصيه بالعربي وشخصيه مثلا بالانجلش. تمام. الروتين يعني ايه؟ الروتين يعني انا مثلا هقوم من النوم، هشرب كوبايه القهوه. انا النهارده عايز اتعلم ازاي اطبخ سمك. تمام. بدل، دي برضو نصيحه مهمه جدا، بدل ما
ادور بالعربي ادور بالانجلش. دي نصيحه محوريه. انا في حاجات بتعلمها برمي نفسي كده في الميه. انا دلوقتي مثلا عايز اعرف معلومه فلانيه، راح بدور عليها بالايطالي بالانجلش، اعرض نفسي للمعلومه دي وبكتسبها، بضرب عصفورين بحجر. يبقى انا كده بتعلم اللغه اللي انا محتاجها. ده معنى مهم جدا. احنا كلنا بنتعلم لغايه حد معين في اللغه، اللي هي اللغه بتاعت التواصل. بعد كده كل واحد مننا بيشق طريقه. عمر عايز يتعلم اللغه عشان هو طبيب، علي عشان هو مهندس، محمدين عشان هو مزارع. فكل واحد بياخد مجال وبيعصره وبيكمل فيه. فانت شوف هواياتك ايه، شوف انت عايز تتعلم ايه مثلا ناقصك وتعلمه مثلا بالانجلش. ده مهم جدا جدا. تمام. تمام. الروتين اهم من الروتين اهم من تحديد الوقت. وانك اتعلم اللغه، اتعلم الحاجات اللي انت عايز بتحبها مثلا باللغه دي. عرض نفسك لنفس الاهداف ونفس الهوايات بس باللغه الجديده. تمام. طيب كده الدنيا حلوه خالص. انا مش عارف بيسجل ولا لا. بيسجل. تمام. طبعا مفيش مونتاج. مفيش وقت للمونتاج خالص. المعوقات، بما اننا من جينزي وفي ناس من الف هتتفرج عليا وبتاع، فاحنا للاسف الاتنشن سبان عندنا رايح في داهيه. احنا للاسف ما بنقدرش نقعد على حاجه اكتر من 10 20 30 40 50. اتذكر فينا 60 دقيقه كلنا. طيب الكلام اللي قلته ده قبل كلنا متفقين عليه، بس المعوقات دي يعني من ارض الواقع. انا مريت بيها وامر بيها ساعات لما بفصل. انت معلم لازم 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 تقلل المحتوى القصير. لازم تحط لنفسك ليميت في اليوم لاستخدام الموبايل. انا اللي شغال معايا دلوقتي ان انا عامل اب، عامل له سبسكرايب، عامل له اشتراك، مش كلام بالانجليزي، سبسكريبشن. عملت له اشتراك وبفتح السوشيال دي. انا عامل تايم بوكسنج، عندي من كذا لكذا مثلا شغل، من كذا لكذا حديد حاجه، عندي مذاكره، عندي الجامعه، معرفش ايه. عامل وقت معين بستخدم فيه السوشيال. طبعا اول ما اصحى من النوم ممنوع، قبل ما انام بساعتين ممنوع. يعني انا بكلمكم دلوقتي وهو عامل يعني بلوك لكل الحاجات بتاعت السوشيال ميديا عدا بس عشان الشغل بس. يبقى هو عامل لكل حاجه بلوك. انا كعمر بقر بعترف بضعفي. اعترافك بالضعف بدايه الحل. شكرا. عرفت ضعفي فين، ده بيقوم بالمهمه دي. شكرا. تمام. المحتوى القصير مش هيخليك تتعلم اي حاجه. اي علم عايز تتعلمه لازم تحب الملل. لازم تحب الملل. يعني ايه لازم تحب الملل؟ يعني لازم تقعد تذاكر الدرس اللي انت كارهه وملوش معنى خالص، بس لازم. شايف؟ لازم. هتقعد ساعتين مش هتفهم حاجة، هتقوم وترجع تقعد ساعة كمان مش هتفهم حاجة. ده مطلوب منك. وليس الإنسان إلا ما سعى. اقعد يا حبيبي. حب الملل. الاتنشن سبان هيدمرك. تمام. انت مخنا كلنا دلوقتي فيه جزء من العفن، فاحنا لازم نحل المشكله دي. تمام. فلازم تحب الملل. اول حاجه شوف حل لحوار السوشيال ميديا دوت. خلي ابوك اخوك اي حد يقفل لك الحاجات دي بلوكر. اعمل اللي انت عايزه. والله انا عندي مش عارف وراح فين. خليكم معايا. كنت جايبه من عند بابا. والله العظيم يا حبايب قلبي. بص. كنت جايبه والله. كنت جايبه من علي بابا. ده لوكر. انا ما كانش عندي الاب دوت. كنت احط الموبايل هنا، اقفل عليه مثلا ايه 24 ساعه، 12 ساعه ايام الامتحانات، وهكذا. طبعا بقى كان الناس كلها بتدور عليا، خطيبتي وبتاع، والدنيا كانت مقلوبه، بس ماشي. علشان دلوقتي بس محتاج تصوير وكلام من ده.
فعملت حوار الاب دوت احسن بكتير. الاب دايما الاب انتوا كلكم عارفينه، اسمه اوبل، يعني ما اعرفش تعرفوه ولا لا، دوروا عليه. اوبل ولا ما اعرفش اوبل، 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 والله ما عارف. تمام. ف شوفوا حل. تمام. طبعا احنا حياتنا تعيسه جدا بسبب السوشيال ميديا. شايفين واحد يقول لك اتعلمت اللغه ما اعرفش في ايه والكلام من ده، فبيجي لنا احباط. بص يا حبيبي، انت في مجال اللغات هيبقى عندك صاحب لازم تحبه ولازم تحترمه وتعرف ان هو رفيقك الى نهايه المرحله. اسمه ايه؟ اسمه الاحباط. انت في كل مرحله، انا دلوقتي سي 1 في الايطالي، خدت الشهاده معايا جوه هنا، معايا الشهاده، متضايق علشان انا لسه مش سي 2. الاحباط هيقعد معاك، تأقلم، اعرف ان هي مرحله، وانت في كل مرحله في اللغه. بص، دي برضو حاجه ايه من الزبد، كل مرحله من اللغه فيها عنق زجاجه. انت في الاونو عنق زجاجه، تخش الادوي، تخش عنق زجاجه تاني ادوي، بيقولوا عنق زجاجه بيدوي، وهكذا. بص، في غلاسه كده في المراحل بين الادوي، الاي 2 والبي 1 والبي 2. دي تحس ان انت ايه متكتف، اول ما تطلع من بي 1 خلاص هيجي لك احباط تاني. لا والله، بس يعني تحس ان انت بتعرف تتكلم، يعني في حاجه طالعه، في قماشه، دخلت خيط بقالك مثلا 6 شهور، في قماشه خلاص. تمام. تمام. حلو جدا. يبقى الاحباط لازم تبعد عنه. دخل اللغه في حياتك، قلناها. في حاجه كمان بقى مهمه جدا، انا ممكن اتعلم اللغه اكاديميا وصولا للمستوى سي 1 في سنه، في سنه ونص، في سنتين. تمام. اكاديميا احنا اصلا في ألسن من اولى لتانية بنخلص سي 1. تمام. بس ده ايه؟ الجانب الاكاديمي. اكتساب المستوى ده فعليا يا اخوانا، روحوا دوروا كده على ايه مثلا مستوى البي 1 او البي 2 بيتكلم في مواضيع ايه. هيقول لك بيقرا مقالات وبيقرا الجورنال وفهمه، وبيسمع مثلا بودكاست كامل بيشتغل يفهمه كله، وحاجات ايه. اكتساب اللغه فعليا، اكتساب مستوى السي 1 ده عايز منك بقى ايه 6 سنين عشان تكون فعليا. انا مش بتكلم على الشهاده، على الايلتس مثلا او التوفل، انا بتكلم فعليا تكون سي 1 في اللغه او بي 2 في اللغه. 4 5 سنين 6 سنين، تقعد بقى ايه مرحله كده، شوط عقد من الزمن لغايه ما تكون انت ايه سي 1 في اللغه، بي 2 في اللغه. سي 1 وسي 2 دي حاجه كبيره جدا، ده عايز مجهود خرافي يعني. تمام. فلازم تفرقوا بين اللغه اكاديميا واللغه الفعليه. اللغه المكتسبه، اكتساب اللغه ودراسه اللغه اللي احنا بنعملها مثلا في الكليه، دي حاجه تانية خالص، دي حاجه مختلفه نهائي. تمام. حلو جدا. اخر حاجه، اخر حاجه يا حبيب قلبي ويا بنتي، انتم مش عليكم غير السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى. والله انت ممكن تتعلم اللغه. بصوا، انا وغيري 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 وربنا ما نعرف اتعلمنا اللغه امتى. احنا كنا ماشيين في مشوار كده، قعدنا مثلا في سنه واثنين وثلاثه واربعه، مره واحده في لمبه نورت. شكرا. هل اللمبه نورت عشان عمر شطور وامور وعسول؟ لا والله، عشان في صاحب العلم ربنا سبحانه وتعالى اذن ان عمر يفهم. الاذن جه فعمر فهم. الاذن جه بعد سنه، تمام، جه بعد سنتين، ما جاش خالص، هو صاحب العلم. انت حبيب قلبي مطلوب منك السعي، اسعى واتعب، وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك ده. والله ممكن اصلا مجال اللغات ما يجيش معاك انت، وتلاقي ربنا فتح عليك في حاجه تانية خالص. انا القعده دي مستحيل كنت اتخيل ان انا اكون اصلا في المجال. انا كنت لعيب كوره. ربنا جابني من الكوره باصابه على المجال اللغات. قعدت مثلا في الكوره 14 15 سنه، تعب وسفر وقصه ممكن نحكيها بعدين. كابتن حرس الحدود واروح منتخب ما اعرفش ايه وبتاع وكلام من ده. 10 سنين
قصه يعني هبقى احكيها بعدين يعني. فجيت ربنا سبحانه وتعالى دخلني مجال تاني وعوضني فيه، وانا مرضي يعني الحمد لله رب العالمين ان ربنا اختار لي الطريق دوت، يعني انا فرحان جدا. جيت دخلت الكليه، كان نفسي اخش كنت هموت اخش اسباني او الماني. جالي اخترت 4 اختيارات، جالي اخر اختيار اللي هو الايطالي. كنت هحول من الكليه اصلا خلاص وبتاع. دلوقتي بقول الحمد لله رب العالمين ان انا دخلت ايطالي وجيت بمنحه هنا. فانت اختيارات ربنا والنتائج مش عليك خالص. واوعك اوعك اوعك تفكر نفسك فزلوكه وحزلوكه والعلم بيبقى من عندك انت يا حبيبي يا بابا. احنا كلنا على باب الله، لا في علم ولا في يحزنون. ربنا سبحانه وتعالى يأذن لحد ان هو يبقى عنده كده ايه، نكهه من العلم، شكرا. واي حد يقول لك ان هو عنده علم، ده بتاع بصل اصلا، بتاع بطاطس، مع احترامي بتاع بصل وبطاطس. تمام. اسعى واجتهد وانت بتتعلم، اعرف ان انت مش هتفهم اي حاجه الا لما ربنا يأذن ليك. وهتذاكر مساله وانا هفكرك ترجع الفيديو دوت. هتذاكر قاعده معينه مره واثنين وثلاثه، سنه سنتين 3 سنين، مره واحده هتلاقي نفسك قاعد كده حد بيقولها لك فهمتها. والله العظيم ما هتعرف امتى، وهتلاقي نفسك انا في حاجات كنت ذاكرتها 4 سنين في الكليه ما فهمتهاش خالص. مره واحده انا دلوقتي بشرحها وبشرحها بطريقه انا ما كنتش متخيل اصلا ان انا المساله دي هي مش بسيطه. هو ربنا سبحانه وتعالى نور الكشاف فخلاص شكرا، انا بشرحها دلوقتي بتكلم بيها وبكتب بيها وبعمل بيها. هل علشان عمر يمتلك المعرفه؟ لا، ده برهان من ربنا سبحانه وتعالى ان هو صاحب العلم، وانت يا حبيبي مجرد عبد. جابك من هنا حطك هنا شكرا، انت مالكش اصلا، مالكش حول ولا قوه يعني. تمام. مسجل ولا لا؟ اصل عندي المساحه يا جدعان صغيره، مساحه على قد كده 256. فبس هي دي كل المساله. عايزين بقى حد يتطوع ويقسم بقى الفيديو. انا قلت كل اللي عندي يعني. لو في حاجه تانية هكتبها وهقول لكم عليها. نقطه التدوير قبل ما نقفل. ليه بقول لكم دوروا؟ لان احنا يا جين زي للاسف من اول الاي اي ما جه واحنا ايدينا في العلم ما بقتش موجوده خالص، بقينا بنستسهل المعلومه. استسهال المعلومه خلى مخنا، مش عايز اقول الكلمه، فخدنا من الاخر. ف هقول لك على حاجه انا بعملها دلوقتي. اي حاجه انا عايز اذاكرها، ورقه وقلم، اسمع الفيديو، والله بص لازم ادعك نفسي لغايه ما افهم واكتب اللي هو بيقوله واشرحه لنفسي وهكذا. بعد كده بستخدم الشات جي بي تي مثلا، بس لازم ده اشتغل، لان ده لو ركن خلاص انت هتركن اصلا. تمام. فلازم تدوروا. اوعك تستسهل المعلومه، اوعك تجري الشات جي بي تي او اي حاجه وتدور عليها. فكر، ادي لنفسك كده 3 ثواني. طب ليه ما فكرش؟ فكر وارجع اكتب بايدك. انا بستخدم، انا معايا ايباد على فكره، الباشا هو معايا وبيسهل عليا حاجات كتير جدا وبستخدمه. بس بحاول على قد ما اقدر ان انا الكتابه بايدي كعمر بتثبت في دماغي اكتر، فبستخدم الاثنين مع بعض. دوت مثلا في الكتب الورقيه وهكذا. الكتب الالكترونيه بستخدمه هنا وبتاع وكلام ده مثلا ايه، بكتب بايدي الملحوظات بتاعتي. تمام. عشان كده بقول لكم دوروا كتير، دوروا وبلاش استسهال. وبس كده، دي كل حاجه. الحمد لله. شكرا. مع السلامه. السلام عليكم.